وتم فتح الملعب البلدي ضمن مدينة الرقة ليكون مركز إيواء مؤقت أو مركز استقبال للمهجرين الذين نزحوا. جدير بالذكر أن اليوم توقفت العملية التربوية، أعلن عن توقف العملية التربوية قبل قليل في مدينة الرقة لمدة أسبوع، ليتم توزيع كافة المهجرين ضمن المدارس لتستكمل العملية التربوية بعدها، أو يكون هناك عدد كبير من المهجرين من قبل تلك المناطق. بصراحة الوضع مثل ما ذكرت الوضع مأساوي. عشرات الآلاف من أهالينا المهجرين للمرة الثانية من عفرين ومن الشهباء. منذ ما يقارب 3 أيام نحن على تواصل مع كوادرنا بالشهباء وأهالينا. 3 أيام هم في الطرقات وفي العرابي هذا البرد القارس. الكثير من الأطفال حالات مرضية، حالات إسهال. نحن كهلال أحمر كردي مستنفرين ما يقارب 4 أيام. البارحة عصرا وصلت أول قافلة من أهالينا من الشهباء إلى مدينة الطبقة. في لنا نقاط طبية على معبر أبو عاصي، وكذلك بالتنسيق مع هيئة تنفيذية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بمدينة الطبقة ومدينة الرقة تم فتح مراكز استقبال وإيواء مؤقت لاستقبال المهجرين من أهالينا في الصالة الرياضية في الطبقة والملعب البلدي في الرقة. قمنا بالتنسيق بتأمين عيادات متنقلة بالتنسيق مع هيئة الصحة في شمال شرق سوريا، وكذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المنظمات بتنصيب الخيم. الوضع إنساني حاليا كارثي. الهلال الأحمر الكردي عمل بكل طاقاته. بعض المنظمات بإمكانيات بسيطة حسب تقرير مكتب شؤون المنظمات، هناك منظمات سوف تقوم بالدعم. حتى الآن لم نجد شيء كبير من المنظمات. سيكون على عاتق الإدارة الذاتية حمل كبير. يجب على المنظمات الدولية، المنظمات العاملة في شمال شرق سوريا أن تتدخل لتأمين المستلزمات الأساسية لهؤلاء النازحين حاليا الذين ذهبوا إلى المدارس والمتواجدين في مراكز الإيواء المؤقتة.